أغبى ست في العالم كله اللي تحب وتقرب من راجل متجوز. مش مصدقاني؟ لا هقولها لك تاني. أغبى ست في الدنيا كلها اللي تحب راجل متجوز. هقولك ليه وهتكلم معاكي كده بالتفاصيل المملة، يا تقنعيني يا اقنعك. نشوف الموضوع ده ايه اللي وداك للراجل المتجوز ده يا بنت الحلال، وهقولك برضو انت رحتي له ليه. فيلا خليكي معايا وما تنسيش تعملي طبعا سبسكرايب للقناة وتقولوا لي في الكومنت انت عايزاني اتكلم عن ايه. الراجل المتجوز حلي في عينك ليه؟ شفتيه حلو ليه؟ هتقولي لي ده عجبني قوي. ايه اللي عجبك فيه؟ تعالي وانا افسر لك كده. وللست التانية اللي نايمة في البيت في العسل، تعالي وانا هقولك ايه اللي خلى واحدة بنت مثلا عندها 25 سنة 30 سنة ترتبط بواحد عنده 45 سنة او 40 سنة ومتجوز وله بيته ومراته وولاده. اول حاجة حلي في عينيها. حلي في عينيها ازاي؟ ده يحلى في عينيها ايه اللي فيه حلو؟ ده انا مش شايفه فيه اي حاجه حلوه، ده انا بنام واسيبه، ما عشان ان انت بتنامي وتسيبيه. المهم اول حاجه ان هو راجل ناضج، ناضج في عقله وفي فكره وفي تصرفاته واسلوبه. الكلمه بتطلع منه بحساب. لما بيقولك الكلمه بتحسي ان هو بيفكر فيها مره واتنين وتلاته. فده راجل تقيل. فيبدأ عينك تزغلل كده وعينك تلمع، تقولي لنفسك ايه، الله مفيش منه اتنين الراجل ده بيتكلم كده وهو راسي وهو تقيل، تصرفاته محسوبة عليه. اما بيجي يقولك مثلا يلا نخرج او انا عايزة اشوفك، بتحسي من جواكي كده ان هو فعلا عايز يشوفك. هو فعلا عايز يشوفك. هو فعلا مليون المية عايز يشوفك. انت عارفة هو عايز يشوفك ليه؟ علشان زهقان، قرفان من البيت، منكد مع عمه العيال، فعايز يطلع كل الطاقة السلبية اللي عنده دي عندك. يشوف واحدة حلوة كده عينيها بتزغلل لما تشوفه، فيبدأ يحس ان هو غضنفر. غير بقى وانت خارجة معاه، عزومة غدا ماشي، عزومة عشاء ماشي، مفيش مشكلة عنده خالص في الفلوس، ما هو بيشتغل وراجل كبير، صاحب شركة ماشي، ديليفري حتى ماشي، معاه فلوس بقى. عارف ان لما يكون معاه انثى لازم هو اللي يحاسب. فطبعا ده كله بيخليه يحلى في عينك. الاسطوانة بقى الموجودة طول الوقت من كل الرجالة المتجوزين. انا العلاقة بيني وبين مراتي وحشة، احنا نعتبر متطلقين بس قاعدين مع بعض في بيت واحد عشان خاطر الولاد. انا مستحملها ومستحمل قرفها عشان خاطر الولاد. انا ما ببصلهاش، تصدقي بالله انا بروح البيت كده وقت ما هي تكون نايمه عشان ما اشوفهاش واقول استغفر الله العظيم، اخد شاور كده يا ربي وادخل انام على السرير على طول. كل الرجاله هتقول كده. قد ايه هو هيصور لك فكره ان هو مش مرتاح مع مراته، قد ايه هو المعذب الطير الجريح اللي محتاج حد يعشش عليه كده علشان الست القاسية الصعبة القهوية اللي موجودة ونايمة في البيت. هو طبيعي يقولك كده، طبيعي يفهمك كده، وانتي ممكن تصدقي، وممكن يكون فعلا هو مش كويس مع مراته، بس هما بيبقوا بيبالغوا في الحتة دي علشان يدي لنفسه مبرر قوي قوي ان هو يعرفك، ان هو يكلمك، علشان يخليكي تصدقي لما يجي يقولك انا بحبك انتي وحشتيني، تصدقي. في بالك ده الراجل ده مفيش منه اتنين. ازاي هي سايباه؟ ازاي نايمه ومش مهتميه بيه؟ ازاي ولاده مش بيحبوه كده؟ ازاي كلها هتبقى ازاي وقاعده تضربي كف على كف. صح؟ مش ده اللي بيحصل معاكي؟ اختي هو طول النهار قاعد بيشتغل وطالع عين امه عشان يجيب لهم اكل. المام طالع عين امه ليل ونهار وصبح وليل، ما بيدخلش البيت عشان يجيب الفلوس لاصحاب البيت. الله، ما انت لسه قايلالي لما بيخرج معايا ما بيستخسرش فيا حاجه، لما بيخرج معايا هو اللي بيحاسب. هو بيخرج معاكي وبيحاسب علشان عايز منك حاجه في الوقت ده، طالب حاجه، فهو المقابل بالنسبه له ان هو هيدفع ماديا. ازاي يا رنا انت بتقولي الغاز؟ بصي،
هو دلوقتي قرفان وزهقان ومتخانق مع مراته. يعمل ايه الراجل ده الجنتلمان اللي هو السوبر هيرو بالنسبة لك؟ ايوه، تعالي اخرجك اعزمك على الغدا. بتتعزمي معاه وهو اللي في دماغه واللي اخده منك حتى لو غرضه شريف، يعني ان هو دلوقتي قاعد معاه بنت حلوة حباه وعينيها بتزغلل لما ما تشوفه. فبالنسبة له يحس ان هو كده غضنفر وسيد الرجالة. الله، يحصل ايه بقى بعد ما يروح ويسيبك وانت كلتي بقى العزومة وكل حاجة؟ يبقى لوز اللوز مع مراته، يقول لها احلى كلام. لو زعقت او حصل بينهم موقف او اتخانقت رد فعله يكون تحفة. يعني انت بتفرفشيه ونزل اتعشى معاكي او اتغدى معاكي عشان يبقى كويس معاها هي. غير موده بواحدة حلوة بتحبه، شيء عارفة قيمته، بتقول له كلام حلو، حاسة ان هو مرغوب من دي ودي 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 ودي، فيبدأ يروح مزاجه حلو ورايق. بقى انا بحب راجل متجوز بقالي سنين وبنتكلم معاه ومراته ما تعرفش اي حاجة. مراته نايمة في الذرة. ليه نايمة في الذرة؟ لان هي شايفة ان هو ملوش اي 30 لازمة. ده راجل مصاريفه قليلة، بتقلل منه دايما. هي مش شايفاه في عينيها اللي هو واو زي ما انت شايفة. ليه هي مش شايفاه واو؟ علشان هي اللي قاعدة معاه في البيت، هي اللي عارفة معاه منه مميزاته ايه وعيوبه ايه. طيب هل ممكن بعد السنين دي يجي يتجوزني؟ وارد يطلبك للجواز، ومش وارد برضو يطلبك للجواز. ازاي ده؟ يعني لو قعدت معاه سنين وارد ان هو يطلبك، بس هتكوني الزوجة التانية او جواز عرفي. عمره في حياته ما هيطلق مراته الاولى وام ولاده علشان خاطرك. بصي، لو مات في دباديبك كده، لو عملتي له مليون عمل، عمره في حياته ما هتكوني الا نمبر 2. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ انا بحبه وبقالي سنين معاه. يا بنت الحلال، كلمة وخديها مني ونصيحة، الراجل المتجوز اوله من اخره معروف، هو لبيته ومراته وعياله، حتى لو ما عندوش عيال. ليه يا رنا؟ ما انا عرفته في نفس التوقيت اللي هو عرفها فيها. ده هي مهملة. سيبك من الكلام ده كله. لو حتى ما معهوش ولا عيل منها وصعب الخلفة منها، هيتجوزك عرفي او رسمي لغرض الخلفة او مثلا لغرض الحب اللي هو بيقولهولك، وهتفضل برضو معاه. عمره في حياته ما هيطلق شريكة حياته علشانك ولا علشان غيرك. طيب خلاص اوكي، انا موافقة عشان انا بحبه وبقالي سنين معاه ولب لب 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 لب. انت ممكن دلوقتي في الثانية اللي انت بتتكلمي معايا فيها حاسة ان مفيش اي مشكلة خالص لما تتجوزي راجل متجوز، بس بعد ما تعملي الخطوة دي اولا هو هيتجوزك بدون فرح. يعني لو انت ما سبقلكيش الجواز هتتجوزوا كده بدون فرح، وطبعا كل واحدة فينا بتحلم بالفرح، مش مشكلة الفرح. كل حاجة هيدقق معاكي فيها، سواء عفش سواء شقة، هيختار لك شقة بعيد عن عيون الناس تماما. مهما قالك، لو قالك انا بعد فترة معينة هنعلن جوازنا، سيبك من الكلام ده، مش هيعلن الجوازة. ولو علن بعد 20 مثلا سنة وعليكي خير بقى ان شاء الله. والشقة اللي هيختارها لك لازم هتبقى بعيد عن عيون الناس، لان هو حاطط في دماغه مش ان انتي زوجة تانية، حاطط في دماغه ان انتي عشقته، او ان انتي نزوة كده موجودة في حياته. بمعنى ان هو لما يحب يجيلك ومزاجه يهفه هيجيلك، لما يجيله شوق يكلمك هيكلمك، وهتلاقيه بيقولك وحشتيني، وتعرفي ان هو متخانق معاها. لما يكون كويس معاها هتلاقيه ولا يعرفك ولا هيسأل فيكي ولا يخبط على بابك، حتى لو انت مراته، ومهما عملتي ومهما اتصلتي ولا كأنك هتعملي اي حاجة. فعلشان كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، انت اغبى ست في الدنيا كلها. بتحبيه دلوقتي، بتحبيه وميتة عليه علشان انت شايفة مميزاته، وعلشان انت شايفة ان هو احسن من الشباب الصغير. اقفلي الموضوع
واستنوني في فيديو